مكملين بقى معاكم في سلسلة اسأل جرافيك سكول. السؤال ده فعلا مهم، ازاي ابدأ في مجال الجرافيك ديزاين والموشن جرافيكس. اول حاجة تحاول ان انت تقرا بشكل نظري كده ايه هو المجال ده، ايه البرامج المناسبة للمجال دوت، واستخدام كل برنامج ايه بالظبط. الحاجة التانية يكون عندك جهاز مناسب ان هو يشغل البرامج دي، جهاز كمبيوتر او لابتوب بامكانيات متوسطه، ولا عاليه قوي ولا قليله. اوكي، علشان يساعدك انك تقدر تنتج وانك تقدر تشتغل. الجهاز ده امكانياته هقول لكم اقل الامكانيات: رامات 8 جيجا، كارت شاشه يفضل يكون انفيديا او اي ام دي راديون 1 جيجا اقل حاجه. انا مش هقول لك بقى اعلى من كده، يعني 1 جيجا معقول وكويس. وبروسيسور يكون مثلا جيل سادس او اعلى، او ما يتوافق مع الجيل السادس. اوكي، او طبعا اعلى يكون افضل. طبعا الهارد بقى حسب ما انت عايز، ويفضل يكون مثلا ميموري اس اس دي. بعد كده تبدأ ان انت تخش بقى بشكل عملي في البرامج. ولو حابب تعرف الفرق بين كل برنامج او ايه برامج الجرافيك ديزاين واستخدام كل برنامج ايه، ابعت لنا، هنبعت لك فيديوهات فيها ايه هي برامج الجرافيك ديزاين والموشن جرافيكس واستخدام كل برنامج ايه بالظبط. اشوفكم على خير.